لو انت عاوز تروح الحي السابع من ميدان رمسيس امام مسجد الفتح هتركب ايه؟ انا هقول لك تركب ايه. في وسائل كثيرة، من اهمها الميكروباص والميني باص والاتوبيس. في حاجات تانية كتير، بس احنا هناخد الوسائل المتاحة الرخيصة والسهلة من ميدان رمسيس. الحي السابع ده في حي مدينة نصر، في شرق محافظة القاهرة، وفي شارع الطيران والتأمين الصحي ومستشفى الشرطة وشارع الدكتور عبد الله العربي وشارع أول شارع زكر حسين، ومحور جيهان بآخره عند من أحمد سعيد لمحور جيهان. لكن احنا من ميدان رمسيس هقول لك انت تركب ايه وهتروح ازاي. الحي السابع التأمين الصحي من امام مسجد الفتح، في اتوبيس 1006 بيروح الحي السابع من امام مسجد الفتح، بيروح غمرة، دمرداش، العباسية، نادي السكة، جامعة الازهر، الحي السابع، التأمين الصحي، مسجد نور الخطاب، مستشفى الشرطة، الوفاء والامل والمقطم اخره. بس هو بيعدي على الحي السابع وبيعدي على التأمين الصحي. وفي اركب برضو ميني باص رقم 212 167 220 و50. دول برضو بيجوا من رمسيس، غمرة، العباسية، نادي السكة، جامعة الازهر، الحي السابع، التأمين الصحي، مسجد نور الخطاب، وبيعدوا على الحي السابع. بس ال 220 ما بيخشش نادي السكة، بيمشي من صلاح سالم وبيمشي صلاح سالم الطيران رابعة. يعني ده الميني باص الوحيد اللي بيغير المسار من عند العباسية بيخش صلاح سالم وعمارات العبور. اما 212 و167 و50 دول بيمشوا رمسيس، غمرة، عباسية، نادي السكة، جامعة الازهر، حي السابع، التأمين الصحي، شارع الدكتور عبد الله العربي، حديقة العاشر من رمضان، التأمين الصحي، مسجد نور الخطاب، المستشفى الشرطة، والحي السابع. وبيعدوا على أول شارع زكر حسين. وفي ميكروباص برضو بيروح الحي السابع من رمسيس السابع، بينادي من قدام مسجد الفتح بيروح السابع، وبرضو بيروح عند مستشفى الشرطة وأول شارع زكر حسين. دي منطقة الحي السابع، واحنا عارفين ان الحي السابع ده تبع حي مدينة نصر في شرق القاهرة. ودي مواصلات بس بتاعته اللي من قدام مسجد الفتح. نشكركم على حسن استماعكم. ما تنساش دعمونا باللايك والشير وتفعلوا الجرس. وشكرا.